السلام عليكم زينات التاوعين، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم. اهنا زينات، الوصفه تاع اليوم هي المقروط مرمل ويدو في الفم، وانجح وصفه غادي نحطها لكم ان شاء الله. الوصفه نتاعي اللي نداري نديرها راها معروفه يعني البنات، الوصفه التقليديه، كما نقولوا على اصولها، وراني حاطتها في القناه. بصح هذيك الوصفه التقليديه كاين اللي ما يعرفش يتعامل معها. جبت لكم هذه الوصفه هذه، يعني ما كاش ان شاء الله من اليوم ما كاش اللي غادي تزيد تقول لي المقروط ما نجحليش. يعني وهذه كانت عندي طلبيه، بغيت نغتنم الفرصه وندير لكم وصفه وحده اخرى باش هكا تنجحوا فيها. هاد المره مداري ندير لكم تاع 3 كيلات بكيله، بصح 3 كيلات بومبي عفوا. كاين اللي ما يعرفش كيفاش يبومبي الغرفيه تاعها الكيله تاعها. اماني هاد الخطه درتها لكم ممسوحه، وكي نديروها ممسوحه ما نديروش 3 كيلات، نديرو 4 كيلات ممسوحين. بالنسبه للسميد انا خلطت ما بين عمور وما بين مولا. عمور انا شريت نصف خاشين، او مولا شريتها الخشين. بصح لما حليتهم البنات صبتهم العكس، يعني جبرت عمور خشين على اللي شريته نصف خاشين. المهم انا البنات بالنسبه للمقروط نستعمل اي سميد، اي نوعيه تاع سميد نخدمه بالمتوسط، نخدمه مخلط المتوسط مع الخشين مع النصف غالط، نخدمه باي نوعيه لاني ديجا راني مالفه نخدمه وينجح لي بجميع كما نقولوا انواع السميد. بصح نتوما يا اما تشريو تاع المقروط نيشان، يعني كاين السميد تاع المقروط تمشي تقول عطيني السميد تاع المقروط، يا اما تخدموه بالنصف خاشن، يا اما ديروا كما درت انايا. انا درت كيلو خشين. بصح البنات هاد الخشين اللي استعملته ماشي هذاك الخشين اللي نستعملوه تاع الميزان تاع قلب اللوز، لا. راكو شايفين الخشين اللي يجي فيه هاد تاع الباكيات كيما هكا، ما يجيش خشين بزاف، يجي حتى هو تقريبا دي ميغرام. ودرت 3 كيلات نصف خاشين. شوفوا البنات باش ما تخربقوش تقدروا تستعملوا غير نصف خاشين بوحده، بصح انا خلطت ما بيناتهم. المهم الكيله مسحيها، استعملي الكيله اللي تبغي، يعني السميد يضرب ويخطي. والمقروط الا راكي باغي المقروط المقيرط هاد الصوالح كامل، الاساس ولا باز على نوعيه تاع السميد. وراح نزيد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم راه واضح قدامكم كيفاش راني نمسح الكيله، والا ما فهمتوش اي حاجه عادي البنات خليوا لي في التعليقات ونعاود نفهم اخواتاتي، مع انه كلشي راه واضح قدام. احنا كما راكم تشوفوا هذا هو السر اللي غادي نضيفه. انا مداري في المقروط تاعي ما نضيف لا فرينه لا اي حاجه، بصح ليكم نتوما واللي ما ينجح لهمش نجيب لهم اضافات. كما راكم تشوفوا هنا درت 2 معالق نتاع مايزينا البنات، هذيك ماشي فرينه مايزينا. كما قلت لكم نطير مع الطيور، وهادو 2 اسرار ما كنتش مجربتهم وكنت غافله عليهم، جربتهم لكم اليوم والنتيجه جد رائعه البنات. انا هنا المقروط تاع اليوم ما خلطت معاه لا زيت لا زبده، استعملت غير السمن. كما شفتوا معايا استعملت المرجان وصراحه عجبني. ذوبته وراني عمرت حتى انا كيلو نيشان. كون ما عمرت الكيله تاع السميد عمرت الكيله تاع السمن، وراني خلاته يبرد. شوفوا معايا البنات راني زدت 2 معالق تاع السكر، وزدت معلقه صغيره تاع لافاني ومعلقه صغيره نتاع ملح. بصح معلقه صغيره تاع الملح، ما تكثروش بزاف. السمن نتاعنا ضروري يبرد. لو كان نديرو هادو هما النصائح اللي نتوما بالك تغفلوا عليهم ولا تقلقوا ما تطبقوهمش. السمن دائما نقول لكم ديروه بارد في المقروط، لانه لو كان نديرو السمن نتاعنا سخون هادوك الحبات نتاع السميد نتاعنا كشغل يطيبوا ينقلاو، ومن بعد ما يولوش يتشربوا لنا لا الإدام ولا السوائل اللي نديروهم لهم. هنا نبدي نحك فيه، هذا هو السر اللي نديروه. يعني كي ديروا السميد هكا خشين ونصف خشين ما تخافوش، غير حكوا غايه الغايه، بغا خشين ولا نصف خشين حكوا مليح كما راكم تشوفوا. كيفاش تعرفوا باللي السميد نتاعنا تشرب لنا صاي، تشرب لنا السمن نتاعنا؟ شوفوا البنات كي تكونوا تشكلوا هذيك الكره في المرحله الاولى، غير كي ديروا السميد كي تشكلوها تشوفوا كما نقولوا الشكل تاعها بطبع واحد اخر، والملمس تاعها بطبع واحد اخر، وحتى في الميزان تاعها تكون بطبع واحد اخر. علاش؟ لاخاطش هذاك السمن اللي درناه لها يكون مغلف الحبات نتاع السميد غير من الفوق. لما نحكوهم غايه الغايه هذاك السمن يدخل حتى القلب تاع الحبه تاع السميد، تحسيها تقالت، وتبدي تتشكل معاك. شوفي هنايا البنات دوك تشوفوها معايا،
مادامني راني نحك ونشكل فيها دوك نشوفها تبدلت، مادامني نخدم وتحسيها تبدلت بالخدمه بالمداومه، تحسيها باللي تبدلت. كما قلت لكم حتى ديك الحكه اللي نكونوا نحكوها ما بين يدينا في الاول تكوني تسمعيها بصوت، وكي تدخل لك اليدام لداخل في السميد تسمعيها بصوت. في الاول تكون تتغزغز بزاف، بصح كي يدخل لها السميد لداخل تحسي هذاك التغزغيز تبدل، تحسيها صاي شبعت من السمن. انا حكيت فيها حوالي 6 دقائق حتى 7 دقائق وانتي تحكي فيها. هي وتغطيها وتخليها تغطيها ببلاستيك البنات، قطعه تاع بلاستيك ماشي بقطعه قماش. لو كان نديروها بقطعه قماش هذيك قطعه القماش تشرب لنا السمن نتاعنا واليدام نتاعنا. غطوه بلا بقطعه تاع بلاستيك ولا عاد غطوه بقطعه تاع قماش وخلوها اقل شيء 3 سوايع. انا مداري صراحه مداري نبيته، بصح البنات صاحبه الطلبيه كانت مقلقه عليه، قالت لي نحتاجه يعني في داك النهار. على بها خليتها لها يرتاح غير 3 سوايع، خليته هو يرتاح 3 سوايع، وفي هذيك 3 سوايع مره على مره نخلط فيه نحرك فيه واحد 2 تحريكات ولا 3 باش يزيد يتشرب لي وليدا ما يهودليش غير لتحت. السميد التحتاني يتشرب والسميد الفوقاني ما يتشربش. من بعدها كي تجي تخدميه وتزيدي ديري خطا واحد اخر ما تحركيش في السميد، هذاك السميد الفوقاني كي تكوني تخدمي يجيك عادي، سيرتو اللي يديروه بالحربوش. هذه الطريقه تاع اللي ماشي نديرها لكم ماشي حربوش بحربوش، بصح اللي يديروا حربوش بحربوش دائما المقله الوالا تقول لك ما نحليش، والمقله التوالا نحلولي. علاش؟ لخاطرش السميد ما كنتيش مخلطه فيه مليح. هادو من اسباب، ماشي السبب الرئيسي، هادو من بين الاسباب. المهم مره على مره خلطوا فيه. وهنا راني نخدم في العقده راني وريتها لكم. ما نبغيش دائما، ما نبغيش تكون نوعيه ماشي مليحه نوريها لكم، بصح هذه اضطريت اني نوريها لكم. انا من بين هاد العقدات اللي كيما هاك راني نشريهم كامل ما نبخرهمش البنات، يجوا طريين. بصح هادي تقولي خادمينها بالتمر اليابس ماشي كاع شابه، العظم ما فيها حتى عظمه، بصح الداخل يابسه وما فيهاش حتى الريحه تاع التمر. المهم اضطريت اني نبخرها. يعني راني وريت لكم ديفيرونس ما بين العقده اللي تكون مليحه حتى في اللون، كان تولوا في المقطع تشوفوا اللون داك الصغيور، هذيك العقده شابه. المهم هنا بخرتها، زدت لها معلقه صغيره تاع زبده. هنا راه عندي كما راكم تشوفوا قرعه تاع مزهر عاده جديده حليتها، ندير لها شويه ليكستري تاع مزهر. دائما نستعمل انا هذاك ليكستري، هذاك هو المخير في المزهر، يعجبني بزاف بزاف. نزيد لها بعض القطرات باش الريحه تجي شابه. وهنا زدت راس معلقه صغيره نتاع كبابه وراس معلقه صغيره تاع قرفه. الا راكم باغيين الكو تاع القرفه يجيكم شباب والكو تاع الكبابه يجيكم شباب وما يولي لكمش كما نقولوا بقو ماشي شباب، ديروا غير شويه ما تكثروش. كي تكثروا حتى تولي تفرزي وتقولي او بنت الكبابه سما صاي ما توليش تحصلتي على كو متوازن. ديري غير شويه باش ينسجموا المكونات والاذواق وتجينا بنه روعه. هنا انا هاد صاحبه الطلبيه قالت لي خدميه لي مخلط العقده ماشي بوحدها، اماني درت لها معها درت كيله كما شفتوا، ماشي كيله كما اللي درتها غير غرفيه صغيره نتاع قاوقاو، وزدت عليها 2 معالق تاع جنجلان مهرمشين. القاوقاو يكون محمص شويه غير شويه ماشي بزاف باش ما يبسناش، لانه مازال نزيدو نقليوه نديروه غير شويه ونطحنوه في الرقيق. والجنجلان غير نهرمشه حتى هو نقليه شويه برك. الجنجلان لو كان تفوتوا له في القليان يولي يمدلكم بالمراره. راه واضح كلشي قدامكم. ايا ونبدي نجمعكم هكا بالمازهر حتى تنجمع عليه وتتحصل على عجينه اللي تكون متماسكه البنات. انا كنت نقول لكم في لي فيديو تاعي تاع المقروط كنت نقول لكم العقده جريوها، يعني خدموها مليح وديروها مطلوقه، ماشي جريوها ديروها مطلوقه. بصح لاحظت كاين اللي ما يعرفش بالك انا المطلوق نتاعي نتوما بالك تفهموه جاري. من لو كان عاود تجريو كاع بزاف العقده تاعكم وتجيكم عاود مرخوفه بزاف، يكون سبب من اسباب انه المقروط ينحلك في المقله. العقده ديري لها كميه تاع مزهر، وهنا راها عندي سخونه البنات ما غاديش نعرف القوام نتاعها الحقيقي. دخلت لها شويه تاع مزهر، بصح عاود غادي نخليها حتى تبرد عاد نعرف كي الا نزيد لها ولا ما نزيد لهاش. انا درت لها معلقه تاع الزيت كما راكم تشوفوا معايا، ما نكثرش بزاف الزيت. هذيك الزيت فاش تساعده في الطراوه، وتساعده باش من بعدها السميد لافاخس تاع العقده كيش نقول لكم العجينه تاع السميد ولافاخس يلصقونا مع بعضياتهم وما ينفصلوش السميد على العقده. ان شاء الله تكونوا فاهميني.
هنا خليت العقدة تاعي تبرد، وفي هذيك الغرفية راه كاين حبة، هذا هو السر اللي قلت لكم ما كنتش نبغي نديره، بصح غيرت رايي لانه يمد نتيجة، وحبة ما نحلتليش، صدقوني حبة اللي ما نحلتليش. شوفوا هنا كش راه هذيك الكرة راها تتشكل، لانه صاي السميد شرب لي كامل ليدان 3 سوايع كانت كافية البنات انه يتشرب غاية الغاية وما حكيته مليح. هذيك هي. البنات انا راني نهضر بزاف، ماشي راني شايطه عليا الهضره، راني نهضر بزاف باش نتوما تنجحوا في الوصفه وتخرج لكم من اول تجربه. وسمحوا لي على الحس تاع الدراري لانه الدراري راهم مجموعين وراكم شايفين. كما شفتوا معايا درت حبه تاع بياض بيضه وزدت عليها كملت نص الكيله، نفس الكيله اللي عبرنا بها السميد، نصف الكيله ما هذاك الماء نديروه دافي، ونصف الكيله الاخر نكملوه بالمزهر، راه واضح. نديرو الكيله تاع نصف الكيله تاع الماء بالدافي باش السميد نتاعنا كما نقولوا سيرتو في المشتى ما يقعدش غير خاصه الماء، غير خاصه الماء يجمد لنا. ايوا هنا كما شفتوا صفيته انايا باش داك البيض ما يقعدليش من الفوق، وراني نزيد في هذيك الكيله بشويه. قادره تدي لك كيله وقادره تدي لك كيله وشويه، انا صراحه درت لي كيله وشويه. هذه هي الطريقه تاع الجميع، ما تقعديش تتعجني لي فيه تحسبيه مطلوع، هذه هي الطريقه تاع الجميع كيما هكا الجمعي. انا من داري المقروط نتاعي نديره حربوش بحربوش، ما نجمعش كامل المقروط نتاعي، وهذيك هي الوصفه التقليديه، ما نجمعوش كامل المقروط على ضربه. بصح كاين اللي ما تعرفش تتحكم في كميه السوائل، حربوش تعطيه الماء بزاف، حربوش ما تعطيهش. هكا كاين يعني، وبزاف اللي تصالهم هاد المشكله تقول لك علاش في المقروط كي نكون نخدم مقله تنحلي مقله ما تنحليش، مع انه نفس المكونات. هذيك غير مرات الماء كاين حربوش تعطيه الماء غايه الغايه، وكاين ما تعطيهش السوائل غايه الغايه. لا بهذه الطريقه كامل العجينه نتاعك تعطيها السوائل اللي تحتاجهم. هنا هذا هو القوام باش تعرفوها كي تشكلوها عجينه، ما تسيبوش فيها دوك التشققات، تسيبوها ملسه من الفوق. المهم انا هنا كما راكم تشوفوا معايا زدت لها شويه تاع مزهر ورشيشه تاع ما حسيتها عاد يخصها، وجمعتها وشكلتها كوريات، يعني قد الحرع باش حربوش حربوش. حوالي بالك شكلت لي حوالي 8 كوريات، حسبوهم دوك نوريهم لكم وشوفوهم. وهنا كيف ديروهم في باسينه، في قسعه، في جفنه، كيش ما تسموها سموها، وغطوهم ببلاستيك باش ما ينشف لكمش بزاف. هنا وليت هو غطيته ووليت هنا لعبو خفيف باش السبيد نتاعكم ما ينشف لكمش. هنا كي بردت لي كانت بردت العقده حسيتها مازال يخصها كميه تاع السوائل، راني نزيد نجمع فيها بشويه تاع مزهر. ما تجريوهاش بزاف وما تخلوهاش ناشفه، لو كان نجروها بزاف قادره تكون سبب انه المقروط يطردق لنا وينحل لنا، ولو كان نشفوها بزاف يعني كي نجي نمشيو نقلوها يتبخر لنا منها السوائل، وكما نقولوا العقده لداخل تجينا ناشفه وتجينا قاصحه ما تجيناش اطريه. احنا كي تكونوا تردوا هذوك الكوريات حاولوا انكم تجمعوهم. شوفوا انا حتى بديت نشكلها يعني حربوش ووليت طويتها باش نخدمها باش نرطبها كما نقولوا راني نخدم فيها. وانا جبت صراحه من بعد كي بدا ينشف لي جبت غرفيه خليط ما بين ماء وماء زهر وحطيتها قدامي نصف كيلو، دوك تشوفوها معايا. هنا نشكل الطريقه راه واضحه الطريقه، شوفوها بعينيكم تفهموها اكثر واكثر. حليته كيما هكاك حطيت حربوش، عاودت على العقدة بهذيك الطريقة. اليوم بدي نضغط عليه، ضروري انكم المقروط تضغطوا عليه باش السميد، العجينه تاع السميد تلصق لنا على لافاخس ما تنفرقناش. لو كان نخدموه غير ندو ردو بيدينا كما ملي نكونوا نورقوا في حاجه العجينه تجي مرخوفه وخفه تنحل، هي ديجا تحسيها راها مرخوفه، هي كي ديريها في المقله باينه تتفرفر. نتيا زيري عليها وشكليها هذيك لاستيس اللي وريتها لكم، ديروا هكا بابي كويسون باش يجيكم السمك نتاعه كيف كيف. ديروا بعد ما تحلوه حطوا الحربوش نتاعكم في البابي كويسون وزيروا عليه بهذيك الاداه راه تعرف لي اسمها. المهم انا هنا بغيت نديرها لها بالرشم نتاع التقليدي، يعني هذاك الرشم غايضني كاع ما استعملتهش، هذاك تاع الام نتاعي، بصح صراحه لما جيت نستعمله ما عجبنيش، يجي كبير بزاف وليت انيليته وما درتش بديت غير هذوك الحبات وحبست. استعملت المرشم اللي انا عندي، هذاك المرشم يدير لك صراحه الحبه تاع المقروط صغيره وشابه، انا ما يعجبنيش عاود المقروط كبير بزاف. كاين بعض المقروط باش كما نقولوا ضربه واحده تكمل عليها، هما ماذا بيهم يكبروها علاش؟ باش خفة يعني
الكيلو خفى يطلع لها، بصح انا نبغيه المقروط يجي ظريف ويجي شباب. هنا كما راكم تشوفوا نحل بهذيك الطريقه. انا هنا بديت نزيد غير بشويه. خدموا لافاغست، عفوا خدموا السميد نتاعكم قبل ما تشكلوه حربوش باش يرطب لكم، مع شويه رشيشه خفيفه تاع خليط ما بين ماء وماء الزهر. ان شاء الله تكونوا فاهميني. فاهميني. وفي هذا الفيديو نطلب منكم بقوه بقوه، اول حاجه نطلبكم تخليوا لي جام البنات باش الفيديو يطلع، راني محتاجه دعمكم بزاف بزاف. ما تنساوليش جام للفيديو وتعليقاتكم الشابه، ونحتاجكم انكم في التعليقات تخليوا لي الا راني نفهمكم مليح ولا مانيش نفهمكم. تقولوا لي نقصي الهضره ما نقش، لا غالب هذاك ما عطا الله. المهم هنا كما راكم تشوفوا رشمتها بهذه الطريقه. هذوك الزوائد قلعوا غير شويه، ما تدخلوش حتى توصلوا للعقده، لانه ما خصناش تجي العقده تبان من 4 تاع الجوايه. نحتاجوا العقده تاعنا تبان غير من 2 جوايه. ايا ونبدي كيما هكا نقطع هذوك اللي يجوا في الطراف، هذوك دائما انا ما نديرهمش لانه العقده تقريبا ما تكونش وصلت لهم. هنا هذيك الاداه بيها نولي نزير المقروطه منا ومنا باش تزيد تطلع لي تولي شويه بومبي وتسقب. نتسحفوها كما نقولوا، راه واضح كل شيء، لا فيها درتي ولا في صوره. هنا نجبدوها نشكلوها نضغطوا عليها منا ومنا بالاستعانه بالمرشم. راني ندير انا ما عندي زوج من هادوك، وحده راني ندير من ديك وحده ندير بالطبع اللي طبعت به. نزير عليها شويه ايا ونحط في صينيه. هذيك الصينيه انا بديت نخدم بالثلث كما نقولوا بالزوج حرابش 3 ونبدي نقلي. هنا كنت انا نقلي ونخدم لانه كانت محتاجتهم في داك النهار. واللي فرحتني انه عجبها بزاف بزاف، ودعاوي الخير اللي دعاتهم عليا واش نقولكم. ان شاء الله تاكله بالصحه والهنا يا ربي. هذوك هما اهم شيء كاع، سبق من الدراهم وسبق من كلش هما دعاوي الخير. هذه إبرة نقية البنات، يعني معقمة مسقطة، ولا ديروا كوردون. لا أنا ما نفضلش كوردون لأنه الكوردون وليت نحسها يدير لي ثقبة كبيرة بزاف. يبرة تثقبوا كامل الحبات من الفوق باش الحبات تتنفس وما تطردكش. هنا صايب ندير الزيت يسخن، الزيت كثرت يعني الا كي تحطي الحبه تاع المقروط تعوم تدرق باش ما يتشققلكش وما ينحلكش. الزيت تكون سخونه، سخنوها مليح ولو نقصولها. ايوا بدو ترموا في المقروط نتاعكم بهذه الطريقه. اللون نتيا وكيش تبغيه احمر تبغيه ذهبي، يعني انا نبغيه صراحه نبغيه يكون حميمر وطايب مليح يعني وتقعد اذواق. مباشره من المقله للعسل قطريه بالفرشيطه ولا بكاش شبكه ترفدي بها، قطريه مليح مليح من هذيك الزيت ورميه في العسل. العسل انا هذا نخدمه في الدار البنات. والعسل تاع المقروط ما يجيش ثقيل بزاف كما تاع القريوش، يجي شويه خفيف. انا تماك ما راني مسخنته ما والو، برك ضيفوا له بعد يعني خففوه بشويه تاع ما زهر منها للقو منها باش يخفف لك شويه. والعسل اللي نخدموه في الدار كي نخفوه شويه يجي ناقص في الحلاوه. العسل تاع برا صراحه يجي يقهم يقتل. هنا كما راكم تشوفوا راني نقليه والله صدقوني ولا حبه تفرفرت لي، كامل جاوني على حبه وعلى لون واحد وكامل جاو بنات. شوفوا هاد الكميه تعطيكم، هاد المقادير اللي عطيتهم لكم تعطيك 3 كيلو 700 غرام. يجي جد رائع البنات. انا هاد الحبيبات بقاو ليا تقهوينا بهم واش نقولكم، يجي يدوب في الفم. لا عاد الصوره راها ما عاطيتهش حقه كامل، اما هو راه يدوب في الفم ذوبان. والبنه نتاع داك القوقاو اللي درته معاه الداخل تجي العقده بنينه بزاف بزاف، وهو يجي مرمل ويجي شباب. وحتى العسل تاعه شوفوا البنات كيفاش يقعد كيما هكا فوقه وحتى الغدوه وغير غدا وكاع المده اللي تخليه يقعد لك كما هكاك معسل. بالنسبه للسعر البنات نتاع المقروط بهذه الطريقه تحسبوه 80,000، واللي ما فيهش القوقاو وما فيهش الجنجلان 70,000. وتقعد من منطقه لمنطقه تختلف الاسعار. احنا زينات نقسمها معكم باش تشوفوه كيفاش داير. شوفوا البنات العقده كيش تبقى تبان داخل، تبقى تبان بيضه لانه هذيك العقده ديجا هي بيضه. شوفوا كيفاش جا راني فتاه قدامكم تعرفوني انا كلشي نوريه لكم. يجي يدوب في الفم صدقوني البنات، روعه روعه، وصفه تستحق التجربه. الفيديو راه طويل
بصح يستاهل انك تجربيه وتدعميه وتدعموا اختكم بليجام وبالتعليقات نتاعكم. ونقولكم شكرا شكرا كل واحده خلات لي تعليق شباب، ونقولها في ميزان حسناتك اختي، ويعطيك حتى يغنيك يا ربي. خليتكم على خير ومع السلامه مع فيديو اخر ان شاء الله.